اهلا بحضراتكم. الفيديو بتاع النهارده استكمال للفيديو اللي فات. هنشرح ازاي نعرف الشفرات على جهاز الاكسس. الفيديو اللي فات كنا بنشرح عن طريق كارت التعريف. بنمرر الكارت، الجهاز بيدخل في مود التعريف، اللمبه الخضراء بتعمل فلاش سريع، وبنمرر الشفرات بتاعتنا كلها بالتمرير، وبعد كده نمرر الكارت مره تانية. في الطريقه التانية النهارده هنستخدم الريموت بتاع الجهاز. اول حاجه بنعملها في بلاستيكه هنا بتبقى على البطاريه بتاع الريموت، بنشيل البلاستيكه دي الاول عشان نقدر نستخدم الريموت. الباسورد الافتراضي بتاع الجهاز عشان ندخل على البرمجه بيبقى 4 سبعات. الجهاز لما بيعمل فلاشر كده بالتناوب ما بين الاحمر والاخضر فده كده دخل على البرمجه. فعشان اعرف بالتمرير برضو بس عن طريق الريموت بكتب 4 اتنينات كده. هو برضو في مود التعريف كاني مررت الكارت بالظبط، واقدر من هنا امرر الشفرات بتاعتي واحده ورا الثانيه زي كده. تمام. وبعد ما بخلص بخرج من البرمجه باربع تمانيات. تمام كده الشفرات اتعرفت على الجهاز. دي الطريقه الثانيه للتعريف الشفرات. انا قلت الفيديو اللي فات ان هيبقى فيه مشكله عندي لما انا اعرف بالتمرير، ودي اللي خلتنا نعمل النظام الجديد بتاع التعريف برقم الشقه او برقم مجموعه شفرات. ايه هو العيب؟ انا بعد ما عرفت الشفرات بتاعتي وقسمتها على السكان، وكل ساكن خد مجموعه الشفرات بتاعته، فجي مثلا الساكن هنا قال لي انا مش هستخدم الاسانسير تاني والشفرات ضاعت وما ادانيش الشفرات بتاعتي. الطبيعي ان هو بيديني الشفرات، اقوم انا اعمل ايه؟ ادخل على البرمجه باربع سبعات، وعشان امسح الشفرات بالتمرير بكتب 4 تلاتات، وهنا ببقى انا كده في مود حذف الشفرات بالتمرير، فامررهم كده 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 كده. الشفرات دي اتمسحت، وبخرج من وضع البرمجه باربع تمانيات تاني وامرر كده. الشفرات خلاص اتمسحت من على الجهاز. طيب اعمل ايه لو هو قال لي الشفرات مش هديها لك؟ وده اوقات بيحصل طبعا. فساعتها هكون مضطر ان انا امسح كل الشفرات اللي على الجهاز واعرف اللي هيستخدم بس من اول وجديد. ازاي بمسحهم؟ بدخل على البرمجه 4 سبعات وكود مسح كل الشفرات باربع اربعات، وبنتظر حوالي 5 ثواني او ثانيتين زي ما حصل كده. هو كده مسح كل الشفرات اللي على الجهاز، واجي امرر الشفرات هلاقي خلاص كله اتمسح. كل الشفرات اتمسحت من على الجهاز. ابدا بقى اعرف الشفرات تاني باربع اتنينات كده. انا عرفت الشفرات تاني 4 تمانيات عشان اخرج من البرمجه، وابدا اوزع الشفرات تاني على السكان. فطبعا انا عندي الموضوع ده سهل. ليه؟ لان انا قدامي حوالي ما كملتش 10 شفرات الموضوع كله. طيب تخيل لو انا الموضوع معايا بقى العماره كبيره، العماره مثلا فيها 50 شقه وكل شقه معاها 5 شفرات، فالموضوع هيبقى مرهق جدا ان انا الم الشفرات كلها من السكان وامسحها كلها وبعدين ارجع اعرفها كلها مره تانية. فعشان كده ابتكرنا بقى نظام جديد اللي هو اعرف الشفرات عن طريق رقم الشقه. انا مثلا المجموعه دي عندي على شقه رقم 1، المجموعه دي هتبقى على شقه رقم 2، المجموعه دي هتبقى على شقه رقم 3. فهيجي مثلا الاستاذ محمود قال لي انا مش هستخدم الاسانسير تاني لان الاشتراك مش عايز ادفع اشتراك الاسانسير ومش هستخدمه. طب وشفراتك يا استاذ محمود؟ قال لي مفيش شفرات، او الشفرات ضاعت مني، او اداها لي وطلع كريم، مفيش مشكله. فهعمل ايه ساعتها؟ هقول له خلاص مش مشكله، خلي شفراتك معاك، انا كده كده هعطل لك الشفرات وهي في ايدك. فالمجموعه كلها مثلا ديت الشقه رقم 1، بكتب على الجهاز كود الشقه اللي هو رقم 1، فساعتها الشفرات كلها تتعطل، اما باقي الشفرات زي ما هي مجرد تعطيل بس. فجه الراجل قال لي طب خلاص تمام، انا هنتظم في دفع الاشتراك وفعل لي الشفرات بتاعتي، وتفضل الشفرات ايه. قال له لا، خلي شفراتك معاك زي ما هي وانا افعلها لك.
بدخل على شفرات الشقة رقم 1 واعمل لها تفعيل مرة تانية، فالشفرات تبدأ تشتغل معايا مرة تانية من غير ما الشفرة أصلا تكون في إيدي، مجرد بس إن أنا هبقى عايز أعرف هي دي شقة رقم كام، ودي طبعا مفيش أسهل من كده. الفيديو الجاي إن شاء الله هشرح لكم التفاصيل نفسها بقى، وإزاي الأكواد بتاع الريموت اللي بكتبها عشان أعرف الشفرات شقة رقم 1 أو 2 أو 3، وإزاي أعطل شقة 1 أو 2 أو 3، أو أحذف شقة بعينها. يعني عايز أحذف الشفرات دي أشيلها من على الجهاز، وأقول لك أنا ليه ببقى مضطر أحذف، وليه أوقات ببقى مضطر إن أنا أعطل بس مش أحذف. انتظرونا الفيديو الجاي. شكرا لمتابعتكم لينا.